خصوصا الهاكي تعطاتو تعليمات باش يبروفوكي بانون ويخرجوا بكارطون روج. هذا السيناريو توضع. مازال خصنا التحرميات ديال الكره. دونك هذا هو اللي تيدير الفرق ما بين فروق كبيره وفروق اللي تتقلب على نفسها. هادشي كنا عارفينه، لانه بدر الوقت اللي تيتحرم من الكره تيتنرفز، لانه شفنا لي فيديو، شفنا درنا لاناليز ديالنا، الوقت اللي بانوا ما تياخذش الكره فهنا تيتنرفز، فبلوكينا ما خليناش ياخذها من عند الزنيتي، ما خليناش يلعب الكره، فكانت نرفزه كيف شفتيها. هذا اللي خلاه انه خدا كارطون روج. من بعد تنفسنا نوعا ما، لانه الرجاء ب 10 ديال اللاعبين ماشي هي ب9. الدوزيام ميطون كان سيناريو مغاير، لانه الرجاء البيضاوي اعتمد على خطه دفاعيه، خصوصا من بعد ما دخل سند وخرج جبرون. فهنا غاريدو بين انه غادي يلعب نهج دفاعي ويعتمد على المرتدات. غامرنا، حيدنا مالاما، زيدنا الصاروخ وزيدنا جميع اللاعبين حتى المدافعين، لا عمريوي ولا قلعي، طلبنا منهم انهم يزيدوا. وغامرنا خلينا دويل ديال 2 كونتر 2 اللور، خلينا ياجور وحدراف مع ماتياس وعقادي، لانه عندنا ما نخسروا، نخسر بواحد ولا نخسر بجوج هي. دونك غامرنا. كانوا فرص مي بالدارجه، مازال خصنا التحرميات ديال الكره. دونك هذا هو اللي تيدير الفرق ما بين فروق كبيره وفروق اللي تتقلب على نفسها، لانه لما تيكون عندك لاعبين بالتحرميات وتيعرفوا انهم يستغلوا الفرص البسيطه اللي تجيهم، تيعرفوا يبروفوكيو الخصم باش يرتكب اخطاء. فظن انه الهاكي، خصوصا الهاكي تعطاتو تعليمات باش يبروفوكي بانون ويخرجوا بكارطون روج. هذا السيناريو توضع، انه الهاكي هو اللي تعطاتو المهمه باش يبروفوكي ونجح فيها، لانه تنعرف انه بانون غادي يتنيرفا، يتعصب اون فوا ما غيلقاش راسو، ما غياخذهاش مع الكارديان ويلعب كيف بغا، غادي يبدا يتعصب، وهذا اللي قدرت نوصل ليه. دونك وخرج كارطون روج. من بعد استحوذنا على الكره، كيف قلت لك كان عندنا شويه ديال الحرفه، كان بامكاننا نسجلوا. مع العموم تنبقى راضي على الاداء ديال اللاعبين.